لكل حكاية أصل ولكل أصل حكاية. معانا النهاردة حكاية أفضل لاعب على مستوى الجمهورية في دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة برعاية توتال. لكل حكاية أصل ولكل أصل حكاية. معانا النهاردة في برنامج أصل الحكاية حكاية أفضل لاعب على مستوى الجمهورية في دوري مراكز شباب مصر، حكاية الكابتن محمد عاطف ابن محافظة الوادي الجديد ابن مدينة الخارجة اللي بيلعب في نادي بترول أسيوط. سجلت دي ألف مبروك. سجلت دي ألف مبروك يا عاطف. سجلتها ألف مبروك. سجلتها ألف مبروك. مبروك 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 مبروك. مركز شباب الخارجة ينتصر ويفوز بركلات الترجيح. عاطف هو صاحب الركلة الأخيرة. عاطف هو صاحب الكلمة الأخيرة. يفوز يفوز يفوز. ازيك يا كابتن محمد؟ ازيك يا كابتن سامي؟ أخبارك يا كابتن محمد؟ بخير والله في الحمد بداية لله. اللقاء كده كنا حابينك تتكلم عن حياتك شوية. اسمي محمد عاطف طبعا، 21 سنة، لاعب نادي بترول أسيوط الفريق الأول. كنت طبعا هنا مركزك ايه بلعب صانع ألعاب، هاف ليفت، ديفندر. بدايتك كانت في نادي بترول أسيوط؟ لا أكيد، بدايتي كانت هنا في مركز شباب الخارجة من وأنا عندي ممكن 10 سنين كده. بدأت واتمرنت، يمكن ربنا كرمني وأنا عندي 18 سنة كده. لعبنا ماتش ضد نادي بترول أسيوط، وشافوني يعني المدربين وبدأوا يتكلموا هنا، يتواصلوا مع إدارة الساحة والموضوع تم يعني، وتم انتقالي لنادي بترول أسيوط. ومن هنا يعني يعتبر بدأت أصل الحكاية. كنت بلعب طبعا مع فترة الناشئين من أول ما روحت، كنت كويس خالص وماشي معاهم زي الفل. شافني في مباراة كده الكابتن هشام عبد المنعم المدير الفني للفريق الأول، وكلمني بعد المباراة. كان مباراة كده بلعبها وشافني بعد المباراة وقال لي محتاجك معايا يعني الفريق الأول وكده، فتبدأ تنزل معايا تمرين من بكرة. انت بتقول ان عندك 21 سنة. طب قول لنا كده اكتشفت حبك للكرة ازاي وايه؟ والله هو من صغري، من وأنا عندي 3-4 سنين كده، أي كرة في الشارع كده يعني مهووس بيها. بتلعب بقالك كام سنة؟ أنا بقول لك بلعب من وأنا عندي، بدأت لعب في مركز شباب الخارجة وأنا عندي 10 سنين، يعني هو داخلين في 13 سنة. طب ايه هي اجمل لحظة عشتها خلال مسيرتك الكروية؟ يمكن لما يعني اللحظة اللي فرقت معايا لما المدير الفني الكابتن هشام عبد المنعم اللي هو طلب مني ان انا اطلع الفريق الاول. دي كانت يعني لحظة فارقة جدا يعني في حياتي. والنهارده حابب اعرف منك كرة القدم قدمت ليك ايه طول مشوارك الرياضي؟ قدمت لي كتير طبعا، الاخلاق والروح الرياضية، يعني علمتني لها حاجات المواقف في كتير. الملاعب كانت كتيرة طبعا. مواقف في الملاعب اكيد، بس مين يفتكر. طب بيجي في بالك لحظة انك ممكن تعتزل لعبة؟ اي لاعب كرة بيعتزل يعني هو. لا انت مثلا ما مريتش باي ظروف باي حاجة اللي هي جت؟ لا الحمد لله الحمد لله. يمكن انا في مرة بس كده اتصبت اصابه عاديه يعني زي اي لاعب بيتصاب، خلع في الكتف وبتاع، بس ما لهاش اي دعوه يعني، مفيش اي تاثير. نفسك فين بعد سنتين من دلوقتي؟ بعد سنتين من دلوقتي ان شاء الله يعني ربنا يكرم. لو ربنا ما ارادش ان انا اكمل في مشوار فرنسا دوا، ان شاء الله يعني هلعب دوري ممتاز ان شاء الله باذن الله. طب مين اكتر شخص بيشجعك تستمد قوتك منه؟ يمكن الدعم الاول ليا في الاول وفي الاخر والدي ووالدتي. شفنا فيديوهات كتير لوالدتك يعني كان الصراحه الاخراج في التصوير كان مركز عليه. اكيد هي الدعم الاول ليا، هي ووالدي والمحافظه الوادي الجديد عامه يعني. الصراحه داعمني اول باول وبيتواصلوا معايا في كل حاجه. كان دايما في تشجيع من الاول ولا لقيت اي اعتراض؟ لا كله كان مشجعني، ويعني شايف ان انا فيا موهبه واقدر اوصل. كله كان محببني وبيقول لي استمر واشتغل على نفسك وهتوصل ان شاء الله. طب بالنسبه لك مين افضل لاعب في العالم؟
اللي تحب تلعب جنبه بس من وجهة نظرك، يعني سيبك على ده. انا من وجهة نظري انا عشان بحب رونالدو بصراحة، انا بالنسبة لي افضل لاعب في العالم. نفسك تلعب جنبه؟ هو كبر الصراحة، قرب يعتزل. طب يعني ده مثلك الاعلى في الملاعب ولا في مثل اعلى تاني؟ لا، في مثل اعلى تاني. يمكن انا بحب، بعيدا عن ان انا بحب رونالدو ان هو افضل لاعب في العالم وكده، بحب نيمار جدا وشايفه مثل اعلى يعني بصراحة. ابو فخر العرب طيب. ده ما اي لاعب تقليدي مصري هيقول لك فخر العرب، ده يعني اكيد ده مثل اعلى لكل المصريين، كله نفسه يبقى زيه هنا في ان شاء مصر. الله تشوف كده حاجه كده. ان شاء الله باذن الله. طب من وجهة نظرك كده، انت راجل ليك خبره في كره القدم، رشح لنا كده النادي اللي هياخد دوري ابطال اوروبا السنه دي. دوري ابطال اوروبا، هو بعيد عن ان انا مدريدي يعني وعاوز الريال، بس انا شايف نابولي بصراحه. في سبب معين مخليك كده؟ ماشيه يعني، دي ماشيه كويس خالص في الدوري الايطالي اصلا، وبحب اتفرج على لعبها. الفرقه متكامله بصراحه، يمكن فرقه عن المركز الثاني حلقه 20 بونت ولا حاجه في الدوري الايطالي. وفي دوري الابطال اديك شايف يعني مقدمه موسم اكثر من رائع يعني، وبتفوز بره وجوه، فان شاء الله انا برشحها. قلنا ان انت خدت افضل لاعب على مستوى الجمهوريه في دوري مراكز شباب مصر. كنا عايزينك تحكي لنا على الفرصه اللي جات لك، وانك عشت في فرنسا وسافرت فرنسا والنادي اللي نزلت هناك، وكان الدنيا كانت ماشيه هناك ازاي معاك؟ التعامل والناس استقبلتك ازاي وكده؟ مان اوف ذا ليج او افضل لاعب في البطوله هو اللاعب محمد عاطف، مركز شباب الخارجه بمحافظه الوادي الجديد. هيسافر فرنسا علشان يقضي فتره معايشه في الدوري الفرنسي. طبعا يمكن كله عارف يعني، عارف موضوع فرنسا ده وان انا مسافر وبتاع، وكله عارف ميعاد السفر وميعاد كل حاجه. اول ما وصلت هناك طبعا الناس كانت مستقبلني يعني استقبال يعني كله خير ومبسوطين بيا خالص هناك. اول ما وصلت على طول في سواق محترم جه اخدني من المطار وصلني الفندق. الناس هناك في قمه الاحترام وشايفين فيا اللي هو لاعب كويس. اول تمرينه ليا الناس بتتعامل معايا عادي بيهزروا. والله انا ما اكذبش عليك، هو في واحد جزائري بس كان في الفريق، كان لما الكابتن بيشرح يعني التمرين ولا حاجه كان بيحاول يفهمني، بس انا مش هقول لك ان هو فهمني، هو بيحاول يفهمني بس هو كلامه اصعب من الفرنسيين. هو ما كانش في مترجم معاك؟ ما هو كان في بس مش هيخش معايا الملعب. بره الملعب كان بيترجم لي كده كل حاجه، لكن جوه الملعب انا بفهم يعني، بشوف نموذج بيعملوه ولا حاجه وبشتغل وراهم. هو حياه الملعب يعني مش محتاجه كلام يعني، ايوه انا بفهم يعني على طول حياه الملعب فسهله. بس فالناس يعني كانت حباني جدا، بيتعاملوا معايا يعني باحترام، بيهزروا معايا، مش اللي هو واحد جديد بقى نحقد عليه وخايف لحسن ياخد مكاني والكلام ده. لا الناس يعني جدا جدا، والناس بقول لك محترمه جدا، حبوني جدا، ويعني اخذنا ارقام بعض وبنتواصل مع بعض لحد دلوقتي. ولما رجعت مصر؟ لما رجعت مصر ايه بالظبط؟ كان في استقبال وكده ولا؟ اكيد كان في استقبال، في ناس كانت مستنياني يعني في المطار كتير. يمكن الحاجات دي ما اتصورتش بس ولا حاجه، فالناس ما تعرفش عنها حاجه. الناس كانت مستنياني يعني ورحبوا بيا جدا، وكله متفائل خير ان شاء الله، وانا بقول لكم يعني ان شاء الله راجع قريب باذن الله. طب عايزين رساله منك كده كابتن محمد، رساله هادفه لاي واحد عنده موهبه ونفسه انه يوصل لحاجه بس يعني مش عارف او شايف ان الموضوع صعب عليه او كده، عايزينك تشجع الشباب على انهم يحاولوا ويعافروا. يعني انا عايز اقول لهم يعني كل واحد يسعى ورا حلمه، ما تبصش لفكره مثلا ان انا في تعليم ودراسه. يعني التعليم عمره ما هيعطل ولا هيخليك يعني ما تمارسش الهوايه بتاعتك. كل واحد يركز ويقرب من ربنا، وان شاء الله ربنا هيكرمه. يعني اللي بيتعب وبيعافر وحس ان هو يعني شايف حاجه قدامه هيوصل لها باذن الله في يوم من الايام. بس الحمد لله والله احساس جميل، ولقب افضل لاعب ده انا بديه لوالدي ووالدتي اللي تعبوا معايا، ومن غيرهم ما كنتش اقدر اعمل اي حاجه. ولاعيبه رجاله بجد يعني عملوا اللي عليهم، والماتش كان صعب، فريق حلو ومنافس قوي بسم الله ما شاء الله عليه. الحمد لله في الاول وفي الاخر. وانا زي ما قلت لك بدي الجائزه دي لوالدتي اللي جايه من اخر الدنيا عشان تشجعني، ولعيلتي دي كلها. شرفنا جدا بيك يا كابتن محمد، حبيبك تسلم. والنجاح تسلم لي نشوفك كده في افضل ملاعب في العالم. هم امين يا رب. شرفنا بيك جدا. ربنا يخليك يا زي ما عودناكم كل حكايه اصل، وكل اصل حكايه، ودي اصل حكايه الكابتن محمد اللي بنتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. شرفنا جدا بيه ان شاء الله باذن الله. انتظرونا في حلقه جديده مع موهبه جديده ان شاء الله باذن الله.